السلام عليكم، اهلا بكم كل مشاهدين ملك الكره في كل مكان، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. طبعا زي ما جالي على تحليل او رغبتكم ان انا احلل مباراه مصر وغينيا ومباراه الزمالك والمقاولين. طبعا اولا مبروك لمنتخب مصر ومبروك لكل المصريين اللي بيشوفوني في مصر او خارج مصر. تاهل المنتخب الوطني لاولمبياد باريس اللي هتقام في او اولمبياد 2024 السنه الجايه ان شاء الله. ستقام في شهر اغسطس في العاصمه الفرنسيه باريس. تاهلنا بعد ما فزنا على غينيا 1-0 في الدور قبل النهائي او سيمي فاينال او دور الاربعه زي ما تحبوا، هي نفس المسمى. وبالتالي مش عايز اقول احنا كده هنلاعب المغرب، يعني هنلاعب المغرب في النهائي فمش فارقه. احنا اول وتاني خلاص، اللي بيكسب في السيمي فاينال بيتأهل للأولمبياد باريس. وبعد كده الثالث والرابع يعني مالي وغينيا مثلا هيلعبوا مع بعض عشان يطلع الثالث اللي هيوصل أولمبياد مع مصر والمغرب اللي هيمثلوا القارة الإفريقية في أولمبياد باريس. ألف مبروك، رغم ان انا مش هقول ميكالي والمدرب البرازيلي المدير الفني البرازيلي للمنتخب 23، لكن في اخطاء وفي حاجات كتيره جدا جدا. خلونا نفرح وخلونا نخلص بعد كده المباراه النهائيه مع المغرب واحنا فايزين بطوله 23 اللي اتعملت في مصر ولعبنا الاولمبياد. ربما نفوز على المغرب، لكن حتى فوزنا على المغرب مش هينسينا اخطائنا. في اخطاء في التمركز، في اخطاء في الدفاع، في اخطاء في الهجوم. مش عايز اقول مفيش لعيب، مفيش 8 في خط النص، مفيش لاعب 10، مفيش حد بيقطع الكوره، ما بنمسكش الكوره كتير في خط النص او في نص الملعب، ما بننقلش كتير. اللعيبه متسرعه جدا جدا، قله خبره. يعني تحت 23 سنه يا جماعه، ده في اوروبا. ده هالاند 21 سنه و8 شهور. يعني هالاند النجم احسن لاعب في العالم اهو حاليا عنده 21 و8 شهور، مش يعني تحت 23. طيب هنسيب الموضوع ده لما نخلص بس الاولمبياد. اللي انا عايز اقوله كمان ان وصلنا للاولمبياد ده للعام او للاولمبياد الثانيه على التوالي. الاولمبياد الماضيه محمد صلاح وليفربول رفض اللي هو يروح، لكن الجايه اعتقد ان محمد صلاح هيكون موجود، وقد يكون الشناوي موجود وتريزيجيه قد يكون برضو موجود. هنشوف، لان طبعا انتوا عارفين نظام الاولمبياد بيبقى فيه 3 لعيبه من الفيرست او 3 من فوق السن، مع اللعيبه معظمها تحت السن. ودي كانت بدايه لو تفتكروا 2012 لمحمد صلاح لما كان مع المنتخب الاولمبي، لما كان عماد متعب بقى واللعيبه الكبار يعني كانوا موجودين. كانت بدايه ظهور محمد صلاح بشكل كويس جدا. طيب هنسيب الموضوع دون ونقول مبروك لمصر تاني، فوزها على غينيا وتأهلها لأولمبياد باريس 2024، وده إنجاز بكافة المقاييس رغم الأخطاء، يعني رغم الأخطاء الموجودة وواردة في كرة القدم، لكن احنا عايزين منتخب يلعب في الأولمبياد بشكل أفضل وما يطلعش من الدور الأول. طيب الجزء الثاني إن الزمالك فاز على المقاولين 6-1. طبعا شوقي غريب مدرب محترم وعنده فكر وبينجح مع الفرقه دي بنجاح باهر الحقيقه. وايه يعني هو مش مهتم، يعني انا عايز اقول لكم القصه. ده مش بقلل من فوز الزمالك 6-1، لا 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 سمح الله، مبروك للزمالك وجود لك طبعا وهارد لك لشوقي غريب والمقاولين. لكن انا بقول ان شوقي غريب مش مركز في بطوله الكاس، هو الراجل عنده مشاكل، عايز يستمر في بعيد عن صراع الهبوط والمباريات دي. يعني الدوري اهم بالنسبه له، لكن بطوله الكاس مش مهم. وعلى فكره ما هو في كلوب بيعمل كده مع ليفربول، رغم ان ده انا ما بحبوش بالنسبه لليفربول، لان ليفربول ما بينافسش على الهبوط، لكن ما بيلعبش كاس رابطه المحترفين باهتمام، ما بيلعبش كاس الاتحاد الانجليزي باهتمام. يعني انا شايفه مش مركز غير في الدوري وثم دوري الابطال بعد كده بالنسبه لكلوب. وده حاجه مش يعني حاجه مش لطيفه، لان بالعكس البطولات دي، ما هو ليفربول لما فاز بكاس رابطه المحترفين السنه اللي فاتت وكاس الاتحاد الانجليزي الجمهور كان مبسوط جدا. وبعدين لما لعب فاز بالسوبر بعد ما كسب السيتي 3-1 في بدايه الموسم السنه دي، اعتقد ان دي حاجه كويسه. لكن هو شوقي غريب او كابتن شوقي غريب اهتمامه بالدوري والصراع اللي هو عايز يهرب من الهبوط ويضمن كده، وماتش الكاس بالنسبه له ملوش اهميه. طيب
انا بس اللي عايز اقوله ان طبعا الزمالك عمل مباراه طيبه. انا شفت الاهداف طبعا وشفت ملخص بصراحه 4 5 دقايق، لكن اللي عاجبني الجمهور. يعني الكوره للجمهور يا جماعه، يعني جمهور الاهلي جمهور الزمالك حاجه كبيره جدا. والكوره المصريه محتاجه دخول الجمهور، مش اقل من 20,000 في المباراه. اتمنى للامن يتفهم الموضوع ويزيد عدد المشاهدين، على الاقل على الاقل 10,000، وتبقى تزيد مع الوقت. آه، ناس بتقول لي على الاهلي ولا انت زملكاوي؟ طب ما تميل بقى للزمالك شويه، طب ما تميل للاهلي شويه. انا ولا اهلاوي ولا زملكاوي. لما بتكلم مع حضراتكم ولما بطلع في النيل الرياضه، بطلع في اون، بطلع في النهار، بطلع في اي حاجه، انا ما اقولش ايه، انا ببقى محايد. انا بشجع فريق مثلا او نادي، لكن عمري ما شجعت نادي وطغى على تحليلي لصالحه. يعني مش عايز اقول اصل اهلاوي، لا اصل زملكاوي، لا اصل مش عارف ايه، لا انا زمهلاوي يعني زمهلاوي على راي ايه، يعني عشان برضو ايه الناس ما تعرفش. انا عايز اشرب، محتاج ان انا اشرب شويه كركديه مخففه كمان عشان الموضوع كبير قوي. بسم الله الرحمن الرحيم، زي الفل والله العظيم. يعني اتفضلوا معايا. المهم اللي انا عايز اقول، اللي انا زمهلاوي، اللي انا بتكلم بحياد، بتكلم بموضوعيه، بتكلم بالحق، لان انا لازم اتكلم بالحق، مش هميل لاي جهه. لما انا امبارح قلت ان جون احمد عاطف في هدف فيوتشر صحيح، ده بناء على تقرير او اللي انا شفته لجهاد جريشه الخبير التحكيمي او الحكم الدولي. هو قال احمد عاطف هدفه صحيح، وقال ان هدف ياسر ابراهيم كان تسلل، لان كان علي معلول في وضع تسلل. انا شفت بتاعت احمد عاطف بصراحه جون ما فيهاش حاجه. علي معلول ما خدتش بالي قوي منها، حاولت ارجعها كذا مره، بس ايه يعني حسيت ان علي معلول ممكن يكون متقدم شويه. كل التعديل في الاتحاد الدولي اقر تعديل، هبقى اقول لكم بقى القصه بتاعته ان شاء الله مع الوقت. لكن انا عايز اقول لكم لازم الانسان يبقى محايد وموضوعي. دي فارقه معايا، دي فارقه معايا. ما بعملش مصالح في النادي الاهلي ولا بعمل مصالح في نادي الزمالك، لان انا محايد وبتكلم بالحق بتاع ربنا. محدش هينزل معايا القبر يتحاسب. انا بتكلم بالحق بتاع ربنا، ولا بميل بالميزان كده ولا كده، لان العدل اهم حاجه في الموضوع. ودي في المهنيه يا جماعه، دي في المهنيه لغايه دلوقتي. يعني مش عايز اقول انا الوحيد اللي اتعرض عليا اشتغل في قناه الزمالك قبل كده ومره قناه الاهلي، لكن انا بقول ان المهنيه لازم اللي انت تدي كل حق لمستحقيه، او تدي كل انسان او كل نادي او الحق بتاع ربنا، لان المهنيه تتطلب العداله في التحليل. مش عايز اتكلم بقى على الاعلاميين الصغيرين واولادنا واللي بيطلعوا في الفضائيات. انا اول بصراحه ما اعرفهمش، لكن يعني في ناس كتير قوي بتسالني بتقول لي اصل قناه مش عارف مين، وفي بنات مش عارف يحللوا بالملعب، وفي مش عارف ايه. انا الصراحه الناس دي ما اعرفهاش، لان الناس دي مش صحفيين اصلا. يعني الناس كده يعني واخدينها كده يعني ايه، ما اعرفش واخدينها ايه، يعني هل تسالي، هل داخلين النقابه. هو مش اعضاء في رابطه ولا اي حاجه، رابطه نقاد، ولا اعضاء في نقابه صحفيين، بس ما اعرفش هو يعني بيشتغلوا كده ايه، اكل عيش. اسيبكم مع هذه الاطلاله، وان شاء الله نلتقي في اطلاله جديده في مباراه مهمه للاهلي والزمالك ومنتخب مصر باذن الله. سلام.